يا جدعان احنا خرجنا من الترجي. يعني ايه نخرج من الترجي؟ الترجي مين اللي خرجنا؟ ده الترجي مش بيلعب كوره، نخرج ليه من الترجي؟ هي دي اللعيبه اللي بتاخد ملايين في نادي الاهلي؟ مهزومين ومفيش لاعب فيهم عايز يجري، مفيش لاعب بيتحرك لزميله صح، مفيش لاعب بيفتح مساحه صح، مفيش لاعب بيلعب كوره صح. ده مدرب النادي الاهلي؟ ايه يا جدعان القرف ده؟ لا بجد والله ايه القرف ده؟ انت مدرب؟ يعني انا عندي راس حربة على الدكه العب من غيره؟ العب من غير عمق هجومي؟ ليه العب من غير عمق هجومي؟ ليه؟ انا عايز افهم. ليه اريح مدافعين الخصم؟ ده لو مهاجم بنص رجل ونزلته هيفيدني. امام عاشور النهارده كان سيء، ما خرجه من الشوط الاول مفيش مشكله. ليه العب باتنين ارتكاز في نص الملعب؟ ليه بديانج وعطيه؟ ليه بلاعب مين؟ هقفل قصاد مين؟ بجد والله انا عايز افهم. وعندنا شويه مدافعين في النادي الاهلي والله العظيم حرام يلعبوا في غزل المحله. ده مثال قدامكم، ده مثال على مدافعين النادي الاهلي. يا راجل ده لا بيعرفوا يباصوا ولا يخرجوا بالكوره ولا يربطوا صح مع الحارس المرمى بتاعهم، ولا بيعرفوا يعملوا اي حاجه. ده التاكلينج مش بيعرفوا يعملوه. كابتن ياسر اتكل على الله. كفايه لغايه هنا والله، لا كفايه، ده كتير علينا والله العظيم، حرام وكتير. اتكل على الله، خد شنطتك واخلع. بص ارجع للزمالك، مش انت جاي من الزمالك تقريبا؟ ارجع للزمالك، مش ناقصه قرف هي يا عم، مش ناقصه.